السلام عليكم، مرحبا بكم معايا بشيوات هاجر أم زياد. وصفتنا اليوم جدا سهلة، وهي طريقة تحضير البغرير. أنا اليوم درت البغرير بالسميدة والفينو. طريقته جدا سهلة، وأنا كنفضل أنا ندير بالسميدة والفينو لأنه كيجي خفيف حسن من ديال الفرص. الآن نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ليعمل هاد الوصفة غادي نحتاجو 200 غرام ديال السميدة رقيقة و 100 غرام ديال الفينو تقريبا. المجموع ديالهم هو 300 غرام، انا جمعتهم كاملين في هذا الكاس هذا. كذلك غنحتاجو الساشي ديال الفانيلا، السكر، وغنحتاجو جوج خمارات ديال 8 غرام. عندنا كذلك ملعقه صغيره ديال الملحه. عندنا كذلك ملعقه كبيره ديال الخميره حبيبات، خميره ديال الخبز. هذا هو الكاس ديال العنبه باش عبرت به. غتعبروا جوج كيسان ديال السميده وجوج كيسان ديال وكاس عفوا ديال الفينو، وعندنا 4 الكيسان ديال الماء دافي بنفس الكاس ديال العنبه باش عبرت. الان غادي نبداو على بركه الله. غناخذ الكاس ديال الطحانه ديال العصير، غنديروا فيه الماء دافي هو الاول. من بعد غنضيفوا السميد والفينو اللي انا ديجا خلطتهم في هذا الكاس، ونضيفوا الخميره ديال الخبز حبيبات ملعقه كبيره كما قلت لكم، ونضيفوا ملعقه صغيره ديال الملح، ونضيفوا الساشي ديال الفانيلا اولا عندكم صاص الفانيلا السائله ممكن تستعملوها كذلك. ومن بعد نضيفوا جوج ساشيات ديال الخماره ديال الحلوى. انا هنا عندي 8 غرام في خماره واحده، يعني التوتال ديالهم هو 16 غرام، يعني غديروا 16 غرام ديال الخماره ديال الحلوى. الا عندكم حتى 7 غرام ممكن تستعملوها. ومن بعد نخلطوا هاد المكونات كاملين مع بعضها. الان من بعد ما خلطت المكونات ديالي ونسجموا مع بعضياتهم، مده ديال الطحن ديالهم تقريبا 5 دقائق حتى كينسجم داك الخليط كله مع بعضه. ما كنكثرش الخليط بزاف. ومن بعد نديرو فواحد الزلافه نفرغوا فيها، ونغطيه ببلاستيك غذائي او بالفيلم اليمونتير، ونخليه يخمر مده ربع ساعه. ضروري يخمر مده ربع ساعه. وهذا هو الشكل ديال الخليط ديالنا من بعد ما خمر. كيكون فيه هكا هذوك الفقاعات صغيورين، يعني راه خمر لنا مزيان. دابا الان غندوزو نطيبو. اول حاجه كنمشيو كنسخنوا المقله ديالنا. ضروري المقله ما تكونش كتلصق، هذه اول حاجه. نسخنوها مزيان، ومن بعد نبداو نفرغوا فيها الخليط ديالنا، وحنا منقصين العافيه شويه، ما تكونش العافيه مجهده، تكون منقوصه شويه. ومن بعد كما كتلاحظوا ها هو البغرير كيبدا كيتفقع اولا كيبدا كيدير دوك الفقاعات ديالو الصغيورين، يعني راه البغرير ناجح 100%. في هاد الاثناء كنكونوا موجدين واحد المنديل اولا واحد السيف باش كنحطوا فيه هاد البغرير بما برد. عاد ديك الساعه كنحطوه في الصحن ديال التقديم. ضروري البغرير نحطوه في منديل يبرد تماما، حيت الا حطينا البغريره فوق بغريره في تفصيل وهو سخون غادي تعجل لينا. فضروري البغرير نحطوه في زيف اولا في منديل باش يبرد تماما. عاد ديك الساعه نقدموه في الصحن ديال التقديم. نبقاو مستمرين هكا حتى كنكملوا جميع الكميه ديال البغرير اللي عندنا. صدقوني الا جربتوا هذا البغرير ديال الفينو ولا ديال السميد كيجي احسن وخفيف بزاف من البغرير ديال الفرص. فتبعوا معايا الطريقه ان شاء الله وغادي ينجح لكم 100%.
للاشاره فقط. انا هنايا راه ما كنمسحش المقله ديالي، كنخليها كما هي ملي كطيب لي البغريره، وكنعاود ثاني كنهز المغرفه ونكب ثاني الخليط ديالي بما طاب ليا، وهكذا كنستمر بما كملت جميع الكميه. ها هنايا البغريم ملي برد ليا كما كتشوفوا راه كيجي غزال 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 وخفيف وظريف وزوين وهشيش وكاع هاد الكلمات الرائعه. والله القسم غير جربوه تيجي هائل هائل بزاف. كما كتشوفوا معايا راه مثقب من جميع النواحي. يعني ديك الاشاره فقط ضروري ضروري البريد خصو يخمر مده ربع ساعه، يعني 15 دقيقه ضروري خصو يخمر باش تعطيك هاد النتيجه هكا. صدقوني راه كيجي هائل، ما كتجيش فيه ديك الريحه ديال الخميره او لا نهائيا نهائيا. غير تجربوه، نتمنى ان الاعجاب ديالكم. كيف العاده وصلنا لنهايه الفيديو، ما سخيتش بكم. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو جاي مع وصفه جديده. الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي تابونوا معايا في لاشين، ولا عجبتكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم. وكيف العاده المقادير راني نخليهم لكم بالغرام وبالملي في تحت في صندوق الوصف. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي مع وصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله المعين ومع السلامه.